الفيديو ده جاب 29 مليون مشاهده، وده جاب 27 مليون مشاهده، وفي فيديوهات تانية كتير عملت ملايين المشاهدات، وصاحب القناه دي وصل ل 600 الف مشترك من عمل فيديوهات بسيطه جدا زي دي. وطبعا في قنوات تانية كتير بتعمل نفس المحتوى ده بالظبط وبتعمل نفس المشاهدات، وده كله في منصه اليوتيوب. ولما دخلت للتيك توك وشفت نفس المحتوى لقيت فعلا ان فكره المحتوى ده كنز فعلا، وخلى ناس كتير جدا تعمل منه فلوس. فانا قررت بقى ان انا انسخ قناه يوتيوب للمحتوى ده واعمل نفس الفيديوهات دي بنفس الطريقه بالظبط. وطبعا انا قعدت اكتر من يوم بتعلم الطريقه واعرف اسهل طريقه اعمل بيها المحتوى ده، واخيرا انا قدرت اعرف كل حاجه. في ادوات معينه خاصه بالذكاء الاصطناعي انا لازم استعملها، ولكن قبل ما ابدا اعمل الفيديو صلى على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ودي اسامي الناس اللي عرفت كلمه السر في الفيديو اللي فات، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. وفي الفيديو ده انا هعرفكم ازاي بدات اعمل قناه يوتيوب شورتس اجنبيه، وعملت كام وكل حاجه خاصه بالقناه. فاولا انا كان لازم اعمل قناه جديده، ولكن انا دخلت على ايميل قديم عندي عشان اليوتيوب بيخلي القنوات الجديده توصل لصفر مشاهده. فانا جبت قناه قديمه عندي فدخلت عليها، وبعدها عملت تبديل الحساب وعملت هنا الاطلاع على كل القنوات، ورحت طبعا داخل هنا وعملت هنا انشاء قناه. وطبعا دخلت على ديب سيك عشان اقول له يعمل لي قناه اسم مميز، رحت كاتب الكلام ده. وبعدها حاولت اختار اسم منهم ولكن اعمل عليه تعديل بسيط شويه. وبعدها رحت عامل انشاء قناه، وعشان اعمل صوره كويسه للقناه فانا قررت اخش على القناه اللي انا عايز اقلدها واشوف الصوره بتاعتها. وطبعا دي عامله زي صوره رساله، فدخلت على شات جي بي تي وقلت له وعملت اوكي. وطبعا انا حاولت اعمل اكتر من صوره، وفي الاخر انا اخترت الصوره دي وعملت تم. وطبعا نزلت تحت شويه وعشان اعمل وصف كويس للقناه، فانا الصراحه دخلت على القناه اللي انا عايز اقلدها وخدت دول نسخ، وبكده يعتبر اكون عملت القناه. ونيجي بقى لاهم حاجه، وهي ازاي اعمل اول فيديو ليا في القناه. انا اولا دخلت على القناه دي وجبت اكتر فيديوهات جايبه مشاهدات عاليه جدا، وطبعا خدت الفيديو اللي جايب 29 مليون مشاهده ده ودخلت عليه. وبعدها دخلت هنا على الرابط وعملت كليك يمين كوبي، ودخلت هنا على ترانسكريبت وعملت كليك يمين بس. وطبعا كل رابط ده سافر الوصف، وعملت ايه جيت ترانسكريبت، وبكده اكون خدت السكريبت بتاع الفيديو ده. نعمل كوبي ترانسكريبت، ودخلت على ديب سيك عشان يجيب لي سكريبت مشابه ليه. فضغطت هنا، طبعا رحت كاتب الكلام ده وعملت كليك يمين بسط وضغطت هنا. وطبعا زي ما انتم شايفين جيت جاب لي محادثه جديده مشابهه للفيديو ده. الحاجه اللي بعد كده واحنا عايزين نعمل رسائل وهميه زي الفيديوهات اللي احنا بنشوفها دي. اولا لقيت الموقع ده وهو موقع جامد جدا. هتخش هنا على السوشيال ميديا ويجيب لك هنا كل رسائل الواتس والفيس والانستجرام والتويتر واليوتيوب كمان. فعشان اخش عليه فانا الصراحه اخترت الانستجرام شات وضغطت تحت. وطبعا هنا هتلاقي في علامه مائيه، فهتضغط هنا على كليك هير، ودي الايه ده الشكل اللي من غير علامه مائيه. تمام. وانت برضه خدت بالك من على الشمال هتلاقي دي الاعدادات الخاصه ايه بالصوره دي. فعملنا هنا هايد هيدر كده، احنا هنشيل الكلام اللي فيه ايه كل الكلام ده كده احنا شلناه. نيجي ننزل تحت، عندك هنا البيرسون 1 والبيرسون 2. البيرسون 1 دي رساله على الشمال، والبيرسون 2 دي رساله على اليمين. فنخش على بيرسون 1 وبعدين نخش على ديب سيك وناخد اول رساله، نعمل كليك يمين كوبي، نخش هنا ونعمل كليك يمين باست ونعمل اد مسج. زي ما انتم شايفين كده عمل لي اول رساله على الشمال، وهكذا نختار الرساله الثانيه بتاعت جيمي ونعمل كليك يمين كوبي ونخش على بيرسون 2 ونعمل نفس الفكره. كده احنا عملنا اكتر من 4 رسائل، ولكن واحنا حطينا مثلا رساله زياده وعملنا هنا هتلاقي هنا ايه في حاجات اختفت، فاحنا نمسح دي كده نضغط عليها ونعمل ديليت ونبدا نحمل. وبعدها لما نحمل الصوره ناخدها ونحطها في فولدر واحد ونعمل بسط ونخلي دي صوره رقم 1. نرجع تاني ونخش، وبعدها نمسح كل الرسائل دي تاني ديليت، وبعدها نخش عند اخر رساله ونكمل باقي الرسائل تاني عادي زي ما كنا في الاول، ونفضل نكمل هكذا لحد ما نخلص كل الرسائل دي. وكده نكون حملنا كل حاجه. نيجي بقى اخر حاجه وهي الصوت بالذكاء الاصطناعي، وعشان نعمله فاحسن موقع لحاجه زي كده وهي اسمه 11 لابس. فانا اخش على الفويسز، اخش على اللايبراري، نختار مثلا الصوت ده ونعمل يوز، وبعدها نخش على ديب سيك وننزل ونختار الرساله الخاصه باليكس بس. يعني مثلا ده خاص باليكس اهو، نعمل كده ونعمل كليك يمين كوبي ونخش هنا ونعمل كليك يمين بسط ونعمل انتر، او نعمل الاول كده حرف الدوت عشان نوقف ان هو ما يكملش الكلام بعدها، ونعمل انتر مرتين ونخش عند اليكس تاني ونختار الرساله اللي بتاعته ونعمل في الاخر هنا كده دوت، وهكذا لحد ما نكتب كل الرسائل الخاصه باليكس. تعال هنا نعمل هنا فاستر شويه ونقلل دي شويه لورا ونعمل جنريت سبيتش وهكذا، ونعمل تحميل من هنا، وبعدها نخش تاني ونكمل تاني الصوت الخاص بجيمي ولكن بصوت مختلف. كده احنا عملنا كل حاجه. نخش بقى لاخر حاجه وهي المونتاج، وبعدها نعمل امبورت هنا ونختار الملف اللي احنا حطينا فيه كل حاجه احنا عملناها من دلوقتي. تمام. احنا كده حطينا كل الحاجات اللي احنا عملناها. نحط اولا اللعبه بتاعتنا، وطبعا لازم نعمل ان المقاس بتاعها 9 في 16 اللي هو خاص بالمقاس بتاع الموبايل. فنخش نضغط على ريتيو ونعمل 9 في 16، وبعدها نكبر هنا من السكيل شويه، وبكده نكون عملنا اول حاجه. تاني حاجه عايزين نحط اولا الصوت، نحط اولا الصوره بتاعتنا بتاعت اول صوره، نحط الصوت الاول والصوت التاني، نشوف اول رساله بتاعتنا. نضغط هنا ونضغط هنا ونوسع شويه. اولا احنا لازم نعمل حاجه معينه، وهي ان احنا الاول نظهر الرساله دي فقط عشان نعمل سنس كده، مثلا اللي بيتفرج ما يتفرجش على كل الرسائل واحنا اصلا لسه في الاول. فنضغط هنا عليه ونضغط على ماسك ونعمل هنا حرف المربع.
نكبر هنا من الجنب كده ونطلع لفوق ونصغر دي شويه من تحت كده لحد ما نبين الرساله بس اللي هي ظهرت اللي احنا ايه اتكلمنا عليها، فهتكون عامله بالشكل ده. طبعا الرساله التانيه هتكون بالصوت التاني المختلف، فنجيب الايه الصوت التاني ونخليه وراه بالظبط. نوسع دي كده شويه، نخش هنا ونعمل نفس النظام كده، نحط الرسالتين مع بعض يبقى بقى ايه عامله كده وكده، ونوسع ونفضل هكذا. نجيب كل رساله نحط بعدها نفس ايه الصوره بتاعتها، ونفضل هكذا لحد ما نخلص كل الصور دي. احنا خلصنا كل حاجه. نيجي بقى على الحاجه اللي برضك الاخيره، واحنا نحط ساوند افكتس. واحسن موقع لحاجه زي كده اسمه بيكس باي. طبعا ده الموقع ده فيه فيديوهات، استوكات، موسيقى، مؤثرات صوتيه، وفيه كل حاجه انت عايزها، كل ده ببلاش. فطبعا نخش هنا عندنا نضغط على ساوند افكت، وعايزين نحمل ايه صوت اللي هو ايه رساله ريسيفد، تمام. وننزل تحت ونشوف دي كده، هنحمل دي مسج نوتيفيكيشن، ونعمل داونلود هنا، وبعدين نروح تاني ونحطها في ايه هنا كده. يبقى احنا كده حملنا كل حاجه تمام. نيجي مثلا نحط دي تحت خالص، فنيجي مثلا نشغل. عشان تنسخها بتفضل تضغط على الساوند افكت او الموسيقى دي، وتفضل تضغط على زرار الالت في الكيبورد وتزقها فبينسخ، وهكذا لحد ما نخلص كل الايه الفيديو. وفي الاخر نعمل اكسبورت وتحطه برده كلهم في ملف واحد تمام. ده نزلت اول فيديو ليا، والفيديو بعد كده الحمد لله بعد يوم بالظبط وصل ل 590 مشاهده بالظبط، وجاب لي 4 مشتركين. وبعدها برضك نزلت فيديو تاني، والفيديو التاني بعدها وصل ل 911 مشاهده، يعني قول 1000 مشاهده في اليوم التاني. وبعد كده نزلت بقى الفيديو التالت، ولسه حاليا ما جابش ايه مشاهدات. لو انت عاوز تكمل في المحتوى ده فانا انصحك تكمل فيه وتنزل على الاقل يوميا كل يوم فيديو. وده طبعا دي الطريقه اللي انا قلت لك عليها. الطريقه دي قعدت معايا بالظبط ساعه تقريبا عشان اعمل فيديو واحد او نص ساعه تقريبا، ولكن في طريقه احسن من دي كلها ب5 دقايق بس اقدر اعمل محتوى من ده غير محدود ب5 دقايق، هو عن طريق الموقع ده واسمه اي اي كات. طبعا لو انت واخد بالك كده هتلاقي عندك هنا في اكتر من محتوى تمام. عندك هنا في محتوى التكست ستوري اللي احنا عايزين نعمله، وده جاهز. فاول عشان نخش نعمل حاجه زي كده نعمل لوج ان هنا تمام. وبعدين تقدر تسجل عن طريق ايه عن طريق الجيميل بتاعك. بعد كده اختار على تكست ستوري، وبعدها زي ما انت شايف عندك هنا في اكتر من خيار. اولا الخيار ده اللي هو بتاع التكست، يعني مثلا لو احنا دخلنا هنا وضغطنا على اد فيرست تكست ورحنا على المحادثات، نعمل هنا كده كليك يمين كوبي، وضغطنا هنا كليك يمين بسط. لو عملنا بالخيار ده كده يبقى هيجي ناحيه الشمال، عملنا كده هيجي ناحيه اليمين، فنخليه كده ونضغط تحت ايه اد ليفت، ونكمل باقي المحادثه كلها. نعمل كوبي ونعمل ايه على اليمين، وتفضل تحط كل دول لحد ما تخلصهم كلهم تمام. نيجي بعد كده انت كده عملت اللي هو التكست، تخش على الشات، وانت ممكن تعمله باي شكل انت عاوزه، يا اما عندك بالايفون، يا اما عندك بالواتساب، يا اما انستجرام، ايا كان انت عاوزه. وبعد كده عندك الخلفيه، تقدر تحط اي خلفيه انت عايزها جاهزه، سواء جاتا او ماينكرافت او حتى سابوي. ونخش على الفويسز. طبعا هنا عندك خيار كمان زياده انك تحط صوت لكل شات من دول. فاللي على الشمال دول ده الليفت وده الرايت. الليفت ده اللي هو اللي على الشمال، والرايت ده هو اللي على اليمين. هنا نخش على الليفت ونضغط هنا، وبعدين نضغط على 11 لابس، تختار الصوت اللي انت عاوزه ايا كان، مثلا هنا كده ونطلع فجاب لنا الصوت، وهكذا في الرايت ونطلع تمام. نيجي بقى على الميوزك، انت برضه في خيار زياده انك انت تحط موسيقى خلفيه ايه للفيديو. وفي الاخر بعد ما تخلص ده كله تنزل تحت في الاخر وتعمل هنا عمل الفيديو، ولكن هنا للاسف هيكون بفلوس. ولكن زي ما بقول لك لو انت عاوز تكمل في المحتوى ده صدقني ده هيفرق معاك جامد. ولو انت عايز تخش فانا هسيب الرابط بتاعي في الوصف. وبكده زي ما انتم شايفين احنا كده عملنا قناه شورتس اجنبيه، وبدانا فعلا نعمل فيديوهات ومشاهدات من اول يومين بالظبط. فشكرا جدا على المشاهده وعلى تكملكم للفيديو. وكلمه السر في الفيديو ده هي شورتس. وشكرا على المشاهده وسلام.